بنا يعني ذلك التطواف المحبب إلى النفس في الحياة، يعني قرأ البحث قراءة واعية ناقدة فاحصة، يعني لم يترك نقيرا ولا قطميرا في الحياة. حقيقة أتى على الرسالة من أولها إلى آخرها حقيقة، وده من حظك. هذا من بجد، هذا من حظك. يعني رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي حقيقة. فأنت إن شاء الله مع الدكتورة مروة مشكورة طبعا، ستتابع معك كل هذه الملحوظات. لكن خليني برضك أقول إن بالفعل النثر موضوع صعب يا دكتور ماجد. النثر موضوع صعب. أنت اقتحمتي ودخلتي عيش الدبابير. الكل يستسهل حقيقة. تجد 20 رسالة في الشعر إزاءها رسالة في النثر. أنت واخدة فترة ممتلئة حوالي قرن وربع من الزمن بتقرأي المصادر النثرية مصدر وتستقصي وبتحطي إيديكي على مظاهر الحضارة. أدركتي أشياء وغابت عنك أشياء، وتلك طبيعة الأشياء. شكرا لسعادة الأستاذ الدكتور ماجد الصعيدي على هذه المداخلة القيمة والمناقشة العلمية السديدة في الحقيقة، وهذا ما وعدتكم به منذ البداية. أن الدكتور ماجد لديه الكثير والكثير. شكرا لك أخي الحبيب على هذه الملحوظات القيمة. والآن جاء دور الفارس الثاني الأستاذ الدكتور محمد أبو علي، وهو غني عن التعريف. يعني في الحقيقة أهمس في أذنه وأقول له خف عليك خف على الناس. يبقى أمامنا متسع من الوقت يا صديقي. حاضر. ونحن على سفر فليتفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يعني أشكر أستاذي الدكتور أشرف نجا على أن سمح لي أن أجلس مع هذه الكوكبة العظيمة، وأخص طبعا أستاذي الذي أشكر به لأول مرة الأستاذ الدكتور ماجد الصعيدي، الذي أخذ جوادي ودرعي ورمحي وسيفي ولم يترك لي شيئا وحالوا به. ولو جاز مرجعيا أو قانونيا أو لائحيا أن تنتهي المناقشة عندما قاله الأستاذ الدكتور ماجد الصعيدي، والله لفعلت، لأنه بالفعل قد طوف على كل ما في الرسالة لغة وعروضا واقتباسا ومنهجا وتحليلا. كل النقاط التي ينبغي أن يتوقف عندها مناقش مخلص للعلم فعلها الأستاذ الدكتور ماجد الصعيدي. وكل ما سأقوله من باب التكرار إنجاز التعبير أو فضول القول، وسأختصر ولن أفتح الرسالة بكل ما توقفت فيها عند غاية، ولن أجمع عليها عذرين. وإن كان ما قاله الأستاذ الدكتور ماجد الصعيدي كل اليسر، لأنه في الأساس أنا جئت لأتعلم منه بجلوسي إلى جواره، وجئت لأتعلم من الأستاذ الدكتور أشرف نجا، وجئت لأتابع نجاحات جديدة للأستاذة الدكتورة مروة شحاتة الشكور. كنت أتمنى بعد أن نتكلم عن الإيجابيات في الرسالة وهي كثيرة، أولها اختيار الموضوع، وهذا ما عهدته على الأستاذة الدكتورة مروة شحاتة، وخاصة أنها استعانت بكبير من فرسان الدراسات الأدبية والنقدية وهو الأستاذ الدكتور أشرف نجا. الدكتورة مروة شحاتة دائما ما تفجأنا بعناوين تستحق التوقف، وكان آخرها من أسبوع الكدية في الأدب الأندلسي، وهي بالفعل مخلصة لمجال الدراسات الأندلسية. وكلمة حق أقولها حين أردنا أن نكتب في تعيين الدكتورة مروة كغيرها ممن يطمعون ويطمحون أن نوسع لفظ التعيين. الدكتورة مروة نكتبوك أستاذ الأدب العربي، قالت لي أنا تخصص أدب أندلسي.
هي رغم ان الكل يوافق ان تبدأ في التعيين كذا، فهي فعلا سفيرة خير وواجهة حسن للدراسات الأندلسية في جامعة دمنهور. فالموضوع بالاستعانة بالناقد الكبير الأستاذ الدكتور أشرف نجا، والذي أزعم أن مروة في فترة من عمرها العلمي في مرحلة الليسانس قد تتلمذت على يديه في نهاية التسعينيات، فترك فيها هذا الخير الوافر من العلم. لجنة الإشراف كبيرة وتستحق أن يكون الموضوع بهذا الجمال وهذا المدح الذي توقف عنده الأستاذ الدكتور ماجد الصعيدي، الذي أمسك بمشرط الجراح الخبير فلم يوجع وقال كل شيء، وكفى بالمرء شرفا ونبلا أن يقول ما يريد دون أن يذبح الباحث. المناقشات العلمية مناقشة لتقديم باحث وليس لذبح باحث. فأعتقد أن من أنجح المناقشات التي استمعت إليها طريقة وشكلا ومضمونا وإخلاصا للعلم ما فعله أستاذ الدكتور ماجد الصعيدي. الأمر رقم 2 في هذه المناقشة لغة الباحثة التي أشاد بها أستاذ الدكتور ماجد الصعيدي. يعني أنا كاتب وراه، أنا جئت مش لأمنع هذا، نادر جدا أن نجد خطأ في رسالة الباحث، وهذا أمر نادر في الدراسات العليا في هذه الأيام. فنادر جدا أن نجد رسالة وقد خلت إلى حد ما من الأخطاء اللغوية. أن تصل الرسالة التي بين أيدينا إلى أن يمنحها عالم كبير في حجم الأستاذ الدكتور ماجد الصعيدي ويمدح قلة الأخطاء اللغوية التي جاءت فيها، فهذا أو فهذه شهادة كبرى تضاف إلى شهادة الماجستير التي تمنح للباحثة في نهاية اللجنة. الضبط الذي ألزمت الباحثة به وكذلك لجنة الإشراف نفسها في كل نصوص الرسالة، وهذه الرسالة أصبحت سمة شكلية في الرسائل التي تشرف عليها دكتورة مروة. أجد حتى عين الفعل مضبوطة بالشكل، وعين الفعل قد يخطئ فيها الكبار شكلا وضبطا وتصحيحا. فشكرا لهذه اللغة الجميلة. القدرة على استخراج شواهد من بطون كتب ومراجع تمثل مصادر في الدراسات الأندلسية. فحين أتابع حاشية الرسالة يعني أثبت أني فخور بهذه الرسالة لأنها ترجع لي الكتب الأصول، وهذا بفضل لجنة الإشراف وتوجيهها إلى الأصول. وعلى رأي المتنبي من قصد البحر استقل السواقية، فهي دائما أو في الأغلب تقصد البحر، وهي تحاول أن تبحث عن المعلومة في مصادرها الرئيسة. فكرة البينية، وأعتقد أن هذا مستقبل العلم، أن لا يكتفي الباحث بمجرد بفكرة أن يكتفي بدراسة موضوع في اللغة العربية ليس له أبعاد في الفلسفة والاجتماع والتاريخ والحضارة والسياسة وغير ذلك. البينية هي مستقبل الدراسات العلمية الصحيحة، فلا بد أن يجمع الباحث إلى جوار تخصصه الدقيق علوما أخرى، وهذا ما وجدناه في هذا البحث الماسك بين أيدينا، حيث تطرقت إلى السياسة وهي تقول المجال الحضاري السياسي، المجال الحضاري الاجتماعي، المجال الحضاري الثقافي، ترتيب فصول الرسالة. أرى أن كلمة الحضاري قد زادت في العناوين كما أشار أستاذ الدكتور ماجد الصعيدي بوصف أن الباحثة تريد أن تثبت أن كلمة الحضارة تتجلى في كل فصول الرسالة حتى في العناوين، وكانت في غير احتياج إلى ذلك. المنهجية في التوثيق، والمنهجية في كتابة الحاشية، والمنهجية في كتابة المصادر والمراجع وقائمة المصادر والمراجع جاء إلى حد ما موافقة، إلا ما أشار إليه العالم الجليل الأستاذ الدكتور ماجد الصعيدي، وأنا أوافق جدا على أن لابد أن
تفعل الباحثة وتصحح وتعدل كل ما ذكره سيادته من باب محاولة الوصول إلى الكمال في البحث العلمي. كل التعديلات التي قالها الأستاذ الدكتور ماجد الصعيدي ووافق عليها. كنت أتمنى في بداية الرسالة أن تذكر الباحثة المدونة التي اعتمدت عليها، وهذا أيضا ما ذكره عالمنا الجليل. قولي لي، هل يوجد كتاب غير الذخيرة؟ لم أكتشف المدونة التي تعتمد أو التي اعتمدت عليها الباحثة إلا في نهاية الرسالة، اللي هي في الصفحة الخاصة بالمعجم الذي أعجبت به إلى حد ما، فذكرت المصادر التي توقفت عندها. كنت أتمنى أن يكون في التمهيد أن تذكر الباحثة الكتب الرئيسة، وألا تخلو هذه الكتب من كتاب أشار إليه أستاذنا الدكتور ماجد، اللي هو خاص بابن شهيد الأندلسي، التوابع والزوابع. فهذا الكتاب قمة الرقي في كتب النثر الأندلسي. طيب، حاجات بسيطة كده غادة عشان لا أطيل، وبرضه الرسالة هي مغلقة، خلينا زي ما احنا. الفصل الأول والثاني والثالث، هل استعنت في المجال الحضاري السياسي والمجال الحضاري الاجتماعي بنصوص من كتب النثر تمثل هذه الفصول، ولا هذه الفصول كان يغلب عليها فكرة التاريخ أو التاريخية المحضة، وكنا بعداء إلى حد ما عن التمسك بنصوص من المدونة التي اعتمدت عليها؟ أرى أن الفصل الأول والفصل الثاني تحديدا يغلب عليهم أو عليهما فكرة التاريخ. غادة تبحث عن التاريخ، ولذا وجدنا المراجع الحديثة كأستاذنا الدكتور رحمة الله عليه أحمد مختار العبادي، كذلك أستاذنا الدكتور سيد عبد العزيز السالم وغيرهما ممن أرخى أو اشتهر بالكتابة في العصور الأندلسية. لكن أين النصوص التي وصفت فيها المساجد والقصور ودور الخمر وكذا وكذا وكذا؟ جاءت في الفصل السادس اللي هو الثقافي لحد صفحة 92 تحديدا يا غادة يغلب عليك فكرة التاريخ. قد يكون هذا من وجهة نظر كثير من الباحثين أو من وجهة نظر أساتذتي أمر لا غبار عليه، وأن الباحثة كانت لابد أن تمهد لفصليها الأخيرين بهذين الفصلين اللذان يعجلان إنجاز التعبير بالتاريخ والتاريخية. قد، لكن كنت أتمنى وأنا أقرأ هذين الفصلين أن أجد نصوصا من المدونة الأدبية سواء الذخيرة أو غيرها من الكتب التي اعتمدت عليها. غادة وهي تذكر المنهج قال منهج فني، وأشار أستاذنا لكلمة الفني هو ورد فين؟ هل أستاذنا الدكتور محمد زكي العشماوي هو الذي أشار في قضايا النقد الأدبي والبلاغة لفكرة النقد الفني؟ هل سمي في كتب أخرى بالنقد اللغوي أو النقد التحليلي؟ هل سيد قطب، وأتمنى أن ابنتي غادة كانت ترد، سيد قطب في النقد الأدبي أصوله ومناهجه ذكر هذا المنهج بعنوان المنهج الفني؟ هل ستانلي هايمن وهو يؤرخ ويكتب في تاريخ المناهج النقدية الحديثة ذكر هذا الأمر؟ عاوز توريني طيب بعيدا عن المسمى هو منهج فني ولا تحليلي ولا هو؟ هل المنهج الفني أو اللغوي أو التحليلي هو المنهج الأنسب لدراسة مظاهر الحضارة في النثر الأدبي بالأندلس، أم هناك ما يسمى بالنقد البيئي أو الاتجاه البيئي في النقد الأدبي؟ يعني معتز سلامة الذي استعنت بمقال له من مجلة فصول، له كتاب حاليا مترجم يسمى النقد البيئي، والدكتورة ولاد نوفل لها كتاب أعتقد كان في جلسة علمية عنه امبارح في مكتبة اسكندرية بعنوان النقد البيئي. محمد أبو علي كاتب في كتاب مناهج النقد الأدبي الحديث دراسة عن النقد البيئي. هل مظاهر الحضارة تدرس فنيا أم تدرس من خلال النقد التاريخي والنقد البيئي الذي يعده البعض ضيفا على النقد التاريخي؟ فكنت أتمنى من غادة حتى لو لم تعتمد على النقد البيئي أن تراجع هذا النقد
في كتب النقد المعروفه، وهي مصادر كثيره الان. ليه؟ انت كل اللي انت كتبتيه في الفصل الاول والثاني يستحق. مش هرجع افكرك تاني بالبيت بتاع ابو نواس، وهو بيقول لا تسقني خمرا وقل لي هي الخمر ولا تسقني، او البيت يا دكتوره مروه اللي هو بيصف فيه الخليفه، بيقول له انت، بيقول للخليفه، بيقول لامير المؤمنين، ما هو ده تاثير بيئه، تاثير، بيقول لامير المؤمنين انت كالكلب في الحفاظ على الود. بيقول لمين؟ لامير المؤمنين، وكالتيس في قرع الحروب، انت كالدلو لا علمناك دلوا. فامير المؤمنين، الناس اللي حوالين امير المؤمنين زعلوا وهموا ان يفتكوا بالشعر، فقالوا له بل اجلسوه في مكان يعني يخفف من هذه الالفاظ. فحين وجدوا له مكان الى جوار امير المؤمنين، طلبوا منه بعد 6 أشهر من الإقامة، فكتب قصيدة كادت من الرقة أن تنقطع عيون الماء بين الرصافة والجسر، جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. الدنيا اختلفت الإقامة. فإحنا إذا كنا نتكلم عن مظاهر الحضارة، يا أهل أندلسي لله ضركم ماء وظل وأشجار وأنهار، ما جنة الخلد إلا في دياركم، ولو تخيرت هذا كنت أختار. لا تحسبوا، الدكتورة مروة قالت لا تحسبوا بعدها أن تدخلوا سقرا، فليس يدخل بعد الجنة النار. هي دي البيئة الأندلسية. فهل البيئة الأندلسية المناسب ليها منهج فني؟ أعتقد لا وألف لا. لا، حتى ولو المنهج الفني هيكون موظف في نهاية الدراسة في الفصل الرابع الذي توقفت فيه الباحثة عند تحليل أساليب الأدباء في وهم يتكلمون عن الحضارة، بقية الفصول تحتاج إلى نقد آخر يطلق عليه هذه وجهة نظري، ولا أصادر على الباحثة وأثبت في صدارة كلامي حتى الآن أنها من الدراسات الجيدة التي التزمت فيها بمنهج بعينه، واحترمت المنهج الذي فرضته على نفسها، وتتبع المشرفان هذا المنهج بطريقة تليق بإخلاصهما للعلم. طيب، الفصل الرابع، وتعالوا نروح للمصطلحات. غادة بتقول لي دراسة فنية، وفهمت من كلمة الدراسة الفنية دراسة أدبية لغوية أو دراسة تحليلية زي ما هو معنون في الرسالة. هل الحجاج من الدراسة التقليدية التي غلبت على الرسالة ولا من الدراسة الجديدة؟ انت منين قاعدة تتكلمي في علم البديع وعلم البيان بطريقة تقليدية لا غبار عليها، وفي نفس الوقت أجد فصلا قد حشر إنجاز التعبير بين ثنايا الفصل الرابع يسمى الحجاج في النثر الأندلسي. هل الرسائل التي كتبت عن النثر الفني في الأندلس أشكاله ومضامينه، الرسالة بعنوان كده، عنوان واحد عربي، كنت أتمنى وأنت تتكلمين في الدراسات السابقة كما قال أستاذي أن تحددي ماذا فعل هذا الرجل وماذا ستضيفين إليه في هذه الدراسة. إذا كان خصص الرسالة كاملة إلى النثر عن النثر الفني أشكاله ومضامينه، وجئت أنت في الفصل الرابع لتتوقفي في شكل دراسة فنية عند النثر الفني، خلاص قولي هو عامل إيه وأنت هتجيبي إيه جديد. إيه علاقة الدراسة الحجاجية؟ وهل الحجاج هنا ما قاله بيرلمان وغيره من أصحاب هذه النظرية، أم أنت تتكلمين عن الحجاج بمعنى الإقناع فقط لا غير، ولا علاقة له بالحجاج الذي يتكلم عنه بيرلمان وغيره من أصحاب هذه النظرية؟ عاوز كده. أستاذي أشار بطريقة جميلة جدا وببساطة جدا عند فكرة الحجاج، وأن هذه المصادر التي جاءت في الحاشية ليست مصادر أصيلة عن الحجاج، وأنا معه وأشكره كل الشكر ولا أطيل في هذا الجانب. بقى المباحث التي توقفت عندها ابنتي غادة في الدراسة التحليلية أو الدراسة الفنية في الفصل الرابع. عاوز أسأل غادة سؤال بس اللي هترد عليه، هو الاقتباس والتضمين يندرج تحت أي علم من علوم البلاغة الثلاثة؟ وبالله عليك خلي بالك وأنت بتردي، أو قولي مش هرد.
الاقتباس والتضمين يندرج تحت أي علم من علوم البلاغة الثلاثة. احنا عندنا كم علم الأول؟ 3: معاني وبيان وبديع. توقفت عند البيان كاملا في شكل التشبيه، وجئت بأركان التشبيه، وجئت ببعض أنواع التشبيه، لكن مش عارف تغافلتي ولا هو صعب أن تتوقفي عند نوعين من التشبيه تحديدا لم تذكري عنهما شيئا. والباحث الجيد، الباحث من وجهة نظري وليس من وجهة نظر النقاد عامة، الباحث الجيد هو الذي يستطيع أن يضع اليد على نوعين من التشبيه من وجهة نظري، وأنا آسف إذا كنت مبالغا في هذا الأمر، على نوعين من التشبيه، التشبيه الضمني والتشبيه التمثيلي. هل ذكرت شيئا عن الضمني والتمثيل؟ هتقول لي لا، جادة هتقول لي لا. طيب هل لا يوجد في المدونة التي استعنت اعتمدت عليها هذين النوعين أو هذين النوعان من التشبيه؟ لا تستطيعين أن تقولي لا. طب ليه غفلتي؟ هتقولي لي أصل أنا باخد عينات. طيب نرجع تاني للسؤال، الاقتباس والتضمين ندخلوه مع علم البيان؟ ولا ندخلوه مع علم المعاني؟ ولا ندخلوه مع علم البديع؟ دكتور محمد مش فارقه معايا، فارقه معايا انا، عاوز اعرف هم تبع انهي علم؟ ليه؟ اصل انت خصصت مبحثا عن علم البديع، على فكره دي اخر جمله او اخر موضوع هنتكلم فيه، عشان انا وعدت استاذي الحبيب اني لن اطيل. الثاني ده اقتباس والتضمين يدخلوا تحت اي علم ولا ما يدخلوش خالص لوحدهم؟ ما هو ما ينفعش منهجيا، لا يجوز. انا عاوزه يندرجوا تحت حاجه ايه؟ بخبره غدا البحثيه احطهم تحت ايه؟ انا رحت تحرير التحبير، تمام؟ لان بالاصبع الذي اخذت منه نصوصا كثيره وخاصه تعريف التضمين، صح؟ الرساله كلها ثابته في ذهني. انت عرفتي التضمين من مراجع متعدده، منها تحرير التحبير من الاصبع المصري، وقلت لي التعريف كذا كذا كذا. يعني هم الاقتباس والتضمين من باب تحسين الكلام. ايوه، يعني يدخل تحت باب تحسين الكلام، يعني يدخل من المحسنات. طيب محسنات لفظيه ولا معنويه؟ طب بديع يعني ولا معاني ولا بيان؟ بديع. فانا هقول علم البديع، وان كنت اجد، وسامحوني في التعبير يا اساتذتي الاعزاء، اجد هذين المصطلحين تحديدا مصطلحات ما عندهاش شخصيه، مصطلحات ضعيفه منهجيا. يعني تقعد تبحث، وابنتي مظلومه فيما اقوله الان، تقعد تبحث في كتب البديع سواء المتاخره او تجد بعض الاحيان مصطلح التضمين تحت المحسنات اللفظيه، وقد لا تجده في احيان كثيره. اما الاقتباس فقد تجده وقد لا تجده. موجود في البديع اهو، ما عدا كتاب المراغي اللي هو علوم البلاغه الثلاثه، وضع المحسنين تحت باب المحسنات اللفظيه في علم البديع. طب انا محمد ابو علي قال جمله من شويه مع هذان المصطلحان، اي حد بيضحك عليهم انا اسف يعني وياخدهم معاه في الدراسه بتاعته. اللي عاوز يتكلم عن التناص، مش انت عملت لي الحجاج في الرساله بتاعتك في الفصل الرابع وعاوزه تقولي ان الدراسه بتاعت اللي انا شغاله فيها يعني بحاول انها تكون دراسه حديثيه؟ طيب اللي بيتكلم عن التناص بيروح يغير التناص ويخليه، بيروح يغير الاقتباس والتضمين ويخليه التناص، لدرجه لو وصلنا انا على منصه من المنصات العلميه في كليه كبرى هم ما بيرضوش يدخلوني دلوقتي هناك بسبب هذا المصطلح، ان انا اعترضت وقلت الباحث او الباحثه فاهم التنص خطا، لان التنص يقول لما الاقيه كاتب لي في الرساله التنص هو نوع من الاقتباس، ده احنا في سكه ثانيه خالص. فانا براجع الباحث لقيت المشرف بيقول لي لا هو نوع من الاقتباس، قلت لا ده الخلاف مش خلاف العطار كده، ده الخلاف مع اللجنه نفسها. يبقى تؤثر السلامه احسن. لا ما عرفتش. هم اثروا السلامه ما يجيش تاني. تمام؟ فالاقتباس والتضمين اللي عاوز يتكلم عن السرقات بيتكلم عن الاقتباس والتضمين، اللي عاوز يتكلم عن الامتحان بيتكلم عن الاقتباس والتضمين،
اللي عاوز يتكلم عن الاستراف، يعني ايه استراف؟ يعني كان تقريبا الفرزدق وهو يجلس سمع شاعرا يسمى الشمردة، كانت الذاكره لسه قويه يعني، قال بيتين من الشعر فأعجب الفرزدق بالبيتين وقال للشمردة هذان البيتان اللي الراجل لسه قايله، هذان البيتان لي، إما تترك البيتين أو تترك عرضك. إيه ده تثبيت عن القدماء، ده ثبت يعني يا تسيب بيتين وتخليهم بتوعي يا أنا هتعرض ليك بالإجابة. قال له اتفضل. فأصبح دلوقتي في سرقة واصبح دلوقتي في استراف. السرقه انك انت واخده حق حاجه او شعر غيرك وبتنسبيه لنفسك دون عين غيرك، لكن الاستراف تنسب شعر غيرك الذي امامه ولا يستطيع ان ياخذه. وفي نماذج كثيره كان اشهر من يقومون بذلك الفرزدق من وجهه نظر. طيب واصبح في الاقتباس والتضمين انك انت تاخدي وتذكري وتحطي من علامات تنصيص. استاذنا في كل العبارات اللي هو قالها، العبارات اللي محطوطه موضوعه بين علامات تنصيص بتسميها ايه يا استاذ ادم؟ اقتباسات. ومفرد اقتباسات ايه؟ مفرد اقتباسات اقتباس. طب هل الاقتباس ده هو الاقتباس اللي جاي عندك في الرساله الذي يقتصر من وجهه نظري على الاستفاده من القران الكريم؟ لا، ما انت سميت الاقتباس في الرساله مجرد الاخذ من القران الكريم. طب هسال سؤال تاني، ايه الفرق بين ان انا اخذ الايه يا استاذنا وضعها بين علامات تقويس مصحفيه في النص الذي اتكلم فيه، واخذ الايه منصوره ككلمات لكنها تتفق مع الايه القرانيه؟ هو الاثنين اقتباس؟ ليه؟ ده هي نفس الايه. مش مشكله. فارجو ان تراجعي نفسك في موضوع التضمين والاقتباس. انا شايف ان التضمين والاقتباس الاول يندرج تحت علم البديع. طب ما انا يا دكتور محمد اتكلمت عن علم البديع، ايوه، ليه خليت بعنوان المصطلحات البديعيه وقسمتيها الى لفظي ومعنوي؟ واللفظ والمعنوي هل ليس من او لا يوجد في هذه الرساله في النصوص مبالغه؟ ليه؟ المصطلحات البديعيه كثيره جدا خاصه المعنويه، ليه خانه توقفت عند حوالي 4 مصطلحات فقط لا غير؟ اين باقي المصطلحات البديعه؟ هل لا يوجد توريه؟ هل لا يوجد مشاكله؟ هل لا يوجد حاجات كتير جدا يا استاذ؟ فكري فيها تاني. طيب لما بنقول يا دكتوره مروه ان الاقتباس والتضمين بديع والمصطلحات البديعيه بديع، ايه اللي خلانا نوصل يا استاذنا في العنوان ونضع عنوانين، عنوان بمعنى الاقتباس والتضمين وعنوان بالمصطلحات البديعيه او علم البديع؟ يبقى كده الاقتباس والتضمين مش ضمن علم البديع. عشان كده انا سالت بنت غاده انت معتبراه من البديع ولا مش معتبراه من البديع؟ لازم لو معتبراه من البديع يبقى يدخل تحت المصطلحات البديعيه. لو ما اعتبروش من البديع سموهولي. لا طبعا سموهولي، هو تبع مين فيهم؟ طيب اخر نقطه يا استاذ، الرساله جميله جدا واشكرك عليها، واخر نقطه اتوقف عندها استاذ العزيز، أليس من الدراسة الفنية أو الدراسة التحليلية التي جاءت عنوانا للرسالة التوقف عند التقديم والتأخير؟ التوقف عند التعريف والتنكير؟ التوقف عند الحذف والذكر؟ التوقف عند الفصل والوصل؟ التوقف عند القصر؟ التوقف عند الخبر، تقسيم هذا الكلام الذي جاء في الرسالة إلى نوعين كبيرين ما يطلق عليهم البلاغيون الخبر والإنشاء؟ هل هذه المباحث في الفصل الرابع جاءت بأي شكل؟ لا. يعني هل ابنة الغالية لا تعترف بأن علم المعاني ينبغي أن يكون إيه؟ لا ده أنت ما ذكرتش إلا الروابط في الحجاب اللي هي حرف الواو استني بس، لا ما هو بص يا غاده ما تقولي اسكتي وخلاص. وحرف الواو هنا لما نتكلم في الحجاج غير لما نتكلم في الفصل والوصل. اما بنتكلم في الحجاج عن حرف الواو بنتكلم عن الروابط، لكن لما بنتكلم في الفصل والوصل ده قواعد كثيره جدا، هو من كمال الاتصال ولا من كمال الانقطاع ولا التوسط بين الكمالين ولا ايه؟ فالواو
اللي انت بتتكلمي عنها في الروابط الحجاجيه غير من وجهه نظري غير الواو التي ينبغي ان تتكلم عنها في الفصل والوصل. طب اذا كنت اتكلمت عن الروابط وانا ممكن اعديها، اذا كنت اتكلمت عن الروابط الحجاجيه وتقولين ان هذه تندرج تحت علم المعاني وهنحاول نصنفها ونسميها الفصل والوصل، طب باقي مباحث علم المعاني من خبر وانشاء وتقديم وتاخير وتعريف وتنكير وحذف وذكر وقصر اين هي؟ لا يوجد. فارجو ان تتزين الرساله في شكلها الاخير بهذا الجمال الذي ينبغي ان يكون من نفس النصوص بس هتقول ايه؟ في هنا كذا، في هنا كذا. يعني ما ينفعش الرساله اكون توقفت عند البديع واكون توقفت عند البيان والمعاني لا دور لها. اساس البلاغه العربيه من وجهه نظري وفلسفه الصوره التي يقولها إمام البلاغة العربية عبد القاهر الجرجاني وهو يقول في دلائل الإعجاز: اعلم أن الاستعارة والتشبيه والكناية من مقتضيات النص. يعني لا يظهر جمال هذه الأمور اللي هي علم بيان يا غادة، لا يظهر جمالها إلا من خلال النظم الذي ضفرت فيه. فالنظم هو الأساس، والنظم هنا أن يرتبط الكلام بعضه ببعض، وهذا الارتباط لا يكون إلا بوسائل علم المعاني التي قلنا بها. أعتذر جدا أنني تجرأت وتكلمت أمام أساتذتي عن هذه الموضوعات، ولكن والله من باب استكمال بعض ما بدأه أستاذي العزيز العالم الجليل الأستاذ الدكتور ماجد الصعيدي، والتأكيد لأستاذي الحبيب الغالي الأستاذ الدكتور أشرف نجا بأنني قد قرأت الرسالة، وأدعو الله أن أكون عند حسن ظنهما وعند حسن ظن ابنتي وأستاذتي في نفس الوقت الأستاذة الدكتورة مروة شحاتة الشكروف. أعتذر لابنتي الباحثة إن أساءها أي كلمة أو لأهلها أو للباحثين، وإنما هو الإخلاص للعلم الذي يجعلنا نحب سقراط وحبنا للحقيقة أشد. شكرا جزيلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا للناقد الكبير أخي وصديقي سعادة الأستاذ الدكتور محمد أبو علي على هذه المداخلة القيمة. حقيقة الأمر والحضورات العلمية سديدة بالفعل، ولولا أني التمست منه التعجيل في الحقيقة لكان عنده الكثير والكثير، ولكنه كان رفيقا بالقوارير. شكرا لك أخي الفاضل. شكرا أستاذ. فقط أود أن أوضح شيئا بسيطا، هو قضية المنهج الفني. ربما يعني نحن طلاب دراسات عليا كنا دائما نستخدم هذا المصطلح قديما. الآن يعني هناك مصطلح النقد الجمالي. النقد الجمالي هو معادل للنقد الفني، والآن يفضل أن يستخدم هذا المصطلح اللي هو بيركز على قراءة النوع الأدبي قراءة محايثة. قراءة محايثة بمعنى إيه؟ أنه يركز على جماليات النوع الأدبي، يعني جماليات الشعر. الكشف عنها يحتاج إلى منهج جمالي، لأنه يختلف أو تختلف عن جماليات الرواية، تختلف عن جماليات القصة القصيرة وهكذا يعني. فيعني المصطلح طبعا زي ما أشار سعادة الأستاذ الدكتور ماجد كان من الممكن إن احنا نستبدل به غيره يعني في الحقيقة شكرا لسعادة الأستاذ الدكتور محمد على هذه المداخلة، ولم يبقى لدينا متسع من الوقت إلا أن تكون الكلمة الأخيرة لزميلتنا العزيزة الأستاذ الدكتور مروة الشكروفي، وهي بالفعل يعني لها دور كبير في مشاركتي في إخراج هذا البحث. فلتتفضل. في حاجة متحاشة ولا حاجة يا دكتور؟ جاية على الآخر. اتفضلي يا دكتورة مروة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي وهبنا نعمة العقل وكملنا بموهبة الفكر وأسبغ علينا آلاء المعرفة لنصل ما في تراثنا بحاضر. لقد سعدت بهذه المعلومة الثقافية التي يرأسها الأستاذ الدكتور أشرف نجا الذي أشرف على هذه الرسالة وبذل قصارى جديد حتى خرجت على هذه الصورة، وقد سعدنا بصحبته ونهينا من فيض علمه. وأعبر عن سروري بلقاء الأستاذ الدكتور ماجد الصعيدي وأشكره لتكرمه بقبول مناقشة هذه الرسالة وهذا الجهد الكبير الذي بذله في تتبع كل ما في الرسالة. والشكر موصول للأستاذ الدكتور محمد أبو علي لتكرمه بقبول مناقشة هذه الرسالة، وأدعو الله تعالى أن يجزل لهما العطاء لما قدماه من توجيهات قيمة أسهمت في إسراء الدراسة. ولو أنني أوتيت كل بلاغة وأفنيت بحر النطق في النظم والنثر ما كنت بعد القول إلا مقصرة أو معترفة بالعجز عن واجب الشكر. لقد تنوعت مظاهر الحضارة في الأندلس عاصمة العلوم والفنون ومهد الحضارات من ناحية التنميط والزخرفة بطريقة مدهشة فاقت الحضارات الأخرى. إن حضارة العرب في الأندلس ترتبط ارتباطا وثيقا بالروح العربية الأصيلة. قد احتل الفن الإسلامي في الأندلس مكانة مرموقة في المشرق والمغرب بوصفه عنوانا للطرف الزائد، واستطاع أن يؤثر تأثيرا واضحا في الفنون الأوروبية. إن الحوار الحضاري بين الحضارتين العربية الإسلامية والأوروبية يظهر جليا في العادات والتقاليد التي انتقلت إلى الحياة الأوروبية عبر عدة منافذ كانت الأندلس من أهمها. يقول المؤرخ الإسباني فرانسيسكو إناس باسان: لو نزعنا الوسط عن جدران كنائسنا في إسبانيا لوجدنا تحتها كتابات مذهبة تحمل عبارة بسم الله بحروف كوفية، ولو خدشنا بالأظافر بشرتنا الأوروبية لبرز لنا تحتها لون بشرة العرب. إن قوميتنا الغربية هي العرب الظاهر، أما القومية الشرقية فهي حقيقتنا الخالدة. وأكرر ما قاله الأستاذ الدكتور ماجد الصعيدي: ما زال الأدب الأندلسي حيا ولا تتوقف الدراسات عنه كل يوم، والأعمال الفكرية والفنية وصفه بؤرة حضارية ما زالت آثارها باقية حتى الآن. وأشكر لكم حسن إصغائكم. شكرا للناقدة الكبيرة الأستاذ الدكتور مروة الشكوفي على هذه الكلمات الرقيقة في الحقيقة وهذه التحية الرقيقة من سيادتها. كما ترون يعني في البحث العلمي أي رسالة مكتنزة لابد أن تثير مثل هذه التساؤلات. تلك طبيعة الأشياء الحقيقة. لكني طبعا أتفق كثيرا مع كل ما قاله العالمان الناقدان من ملحوظات في حقيقة الأمر كانت ملحوظات قيمة جديرة بالتسجيل وجديرة أيضا بأن تراجعها الغالة مع الأستاذ الدكتور مروة الشكوفي. لا شك طبعا هناك نقطة أود أن أشير إليها وهي الأمانة العلمية التي تحلت بها الباحث، وهذا مما في حقيقة الأمر يعني لا نستطيع أن نعثر عليه مع الباحث المبتدئ. كثيرا جدا من رسائل الماجستير والدكتوراه، مش عايز أقول حتى كمان أبحاث الترقي، يعني بتبقى عبارة عن cut وبست حقيقة يعني من الشبكة العالمية. حقيقة اعتدت في أي مناقشة علمية حينما أذهب إليها إذا وجدت أن مادة الباحث مادة من بنات أفكاره اجتهد في تحصيلها وأعمل فيها عقله، أنا في حقيقة الأمر عد هذا شيئا كبيرا حقيقة يعني. وهذا ما يعني حرصت عليه غالة وتحرته أيضا معها الأستاذة الدكتورة مروة. طبعا أدركت أشياء وغابت عنها أشياء، وتلك طبيعة الأشياء. أشكر الباحثة على هذا الجهد الذي بذلته، فهي يعني بالفعل بذلت جهدا كبيرا، قرأت واستقصت وحاولت أن تحلل
والموضوع كبير في حقيقة الأمر. شكرا لها وشكرا للسادة العلماء الأجلاء الذين شرفت بصحبتهم العلمية، وشكرا لكم أيها السادة، وشكرا للباحثة، وأهنئ الباحثة وأهنئ أهل الباحثة. ولا يبقى لنا إلا أن تخلو اللجنة الآن إلى المداولة. نستأذن حضراتكم بالخارج 5 دقائق، ثم بعد ذلك نستدعيكم لإعلان النتيجة إن شاء الله.